I love that. I really love it. انا حبيت السؤال ده. يلا نشوف. بص يا سيدي، اولا جروس اكس عشان ده ابني بدء زي بدء النجاح في اي حاجه في الحياه مش مرتبط بالذكاء، ولكن مرتبط بالسيستم، ومرتبط بالسيستم اللي يحافظ على الاستمراريه. فبدء زي بدء احنا لازم نبعد عن اي حاجه بتوصلنا لمرحله الاكستريم، زي الرافعه الماليه، زي الفيوتشر، الحاجات دي كلها. فده بدء زي بدء. اوكي، اول حاجه في السيستم المفروض اول حاجه بنعملها لما بنيجي نتريد اصلا ان احنا بندور على اسيت، صح؟ فوانت بتدور على اسيت، زمان كان عندنا مشكله ان احنا ما نقدرش نوصل لاسيت بسهوله، وبنعرف اسيتس معينه، فهي دي الاسيتس اللي احنا بنشتغل عليها. اوكي، لكن حاليا عندنا السكرينر. اوكي، فالسكرينر بتاعنا هو الرادار اللي بيخلينا نبص على الماركت. طب هنستخدم السكرينر ده ازاي؟ تعالوا نشوف. اولا احنا عندنا الماركت بتاعنا 4 مرايات. اوكي، ترند، اعتذر على سوء الخط. اوكي، مومنتم، فوليوم، فولاتيليتي. كل واحد من فيهم بيدينا معلومه. اوكي، الترند، الهدف بتاع الانديكيتورز بتاعت الترند او المؤشرات بتاعت الترند ان هي تقول لنا اذا كان الترند صاعد او هابط. الهدف بتاع الانديكيتورز بتاعت المومنتم ان هي تقول لنا احنا فين في السايكل، لان احنا عندنا سايكل. التريدنج از ساينس، هو زيه زي اي حاجه في الحياه مرتبطه بالعلوم، في سايكل من 0 ل 100 ليها بدايه وليها نهايه، ولا عمرنا هنكسر تحت الصفر ولا عمرنا هنطلع فوق ال 100. فبالتالي الهدف بتاع المومنتم انديكيتورز ان هي تقول لنا احنا فين في السايكل، هل احنا فوق، هل احنا تحت، هل احنا متشبعين شرائيا فوق ال 80، هل احنا متشبعين بيعيا تحت ال 20. طب الفوليوم انديكيتورز هدفها ان هي تكون بتورينا الليكويديتي. اوكي، تورينا السيوله، وهل الفوليوم اللي موجود دلوقتي هل هو فوليوم باينج ولا فوليوم سيلينج، المسيطر اكتر فوليوم شراء ولا فوليوم بيع. اما الفولاتيليتي فدي اصلا انا بستخدمها استخدام تاني خالص، بستخدمها اصلا عشان اكون بحدد نقطه التيك بروفيت والستوب لوس لو انا شغاله ترند فولوينج استراتيجي. اصدق حاجه ممكن تحدد عليها تيك بروفيت والستوب لوس لو انت شغال اصلا ترند فولوينج، يعني انت بتفولو الترند، ان انت تكون بتتحرك بناء على الفولاتيليتي، تدخل تشتري 2 ATR. والاهم من ده كله ان ال4 مرايات اللي احنا اتكلمنا عليهم دول لازم يبقوا من ناحيه الناس الحقيقيه، من ناحيه حجم التداول الحقيقي اللي هو المؤسسات مش احنا. الانديكيتور ده اسمه MACD X ماستر، هتلاقوه اوريدي موجود في تريدنج فيو. هتلاقوا اوريدي ان اللون الاحمر ده معناه المؤسسات، اللون الاخضر ده احنا الافراد. ده البوت بتاعي ملناش دعوه بيه، خلينا نعمل له هايد دلوقتي. اوكي، فهتلاقي طبيعي جدا ان اول ما الافراد هي اللي بتبتدي تسيطر، ايه اللي بيحصل؟ هتلاقوا الماركت بينزل يشرب زحليقه. اوكي، زحليقه حرفيا. اوكي، طب ايه اللي بيحصل لما المؤسسات هي اللي بتبتدي تسيطر؟ الاكيد طبعا ان السعر بيبتدي يزيد، لان ده منطقي. اوكي، لان هم اللي معاهم حجم التداول الحقيقي. اوكي، عشان كده المفروض ان احنا الاربع مرايات اللي احنا بنبص عليهم اوريدي في الماركت لازم يبقوا من ناحيه السمارت ماني. بس السمارت ماني بالطريقه دي، يعني بدل ما انت بتستخدم انديكيتور ترند عادي، لا، انديكيتور ترند مبني على السمارت ماني. بدل ما انت بتستخدم انديكيتور مومنتم عادي، لا، انديكيتور مومنتم مبني على السمارت ماني، وهكذا. فبالتالي اقوى استراتيجي في الدنيا هي الاستراتيجي اللي ماشيه بالاربعه دول. اوكي، وفي الاخر خالص طبعا الماني مانجمنت والريسك مانجمنت.